صباح الخير. قلبوا الهرم. بتقول لي اي هرم؟ هرم خوفو؟ لا، ما هرم خوفو، ما تخوفوا. قلبوا الهرم الغذائي. بتقول لي اي هرم غذائي؟ اللي قلنا 40 50 سنه بنمشي عليه وربينا عليه وبنربي اولادنا عليه. الا وهو الهرم الغذائي الشهير اللي درسونا اياه حتى بالمدارس، وكانوا يطلعوا كثير بنظريات. يلي كان فيه المفروض النشويات اولويه، الفواكه والخضار بعدين، ثالث شيء اللحوم والاسماك، واخر شيء بيقول لك السكاكر ومشتقاتها. كانوا يفتكروا السكاكر هي الحلويات بس اللي بتاكلها دونس وخلافه. شو صار بالحقيقه من كم يوم؟ وزاره الزراعه الامريكيه قلبته للهرم. قال لك لا، هداك كله ما مزبوط. كان ال 40 50 سنه اللي مرقوا ما مزبوطه، امشوا عن جديد. شو عن جديد؟ شالوا الكربوهيدرات من تحت، لا بقى قمح ولا بقى شوفان ولا بقى طحين. قال لك هذا شيلوا لي لبعدين. هلا شوفي، بالاول نزلوا اللحمه والدجاج والبروتين، قال لك هيدا اساسي. طيب شو اخبار الخضار؟ الخضار قال لك منيحه، بس الفواكه حطها على جنب. شو قصتها؟ قال لك هيدي ما هي مثل السكر، انت عم تاخذ من الفواكه سكر كتير. وخفضوا الحصص، النشويات شالوا منها 65%، اعتبروها ما جيده. الفواكه نزلوها لحصتين. حتى الدهون اللي كان يقول لك خذ جبنه بلا دسم وخذ حليب خالي الدسم، كلها طلعت كذبه كبيره. ليه؟ قال لك بعد ال 40 سنه اللي مشوا فيهم على الهرم الغذائي الاولاني، بقيت الناس زياده سكر وزياده كوليسترول وزياده مشاكل. هلا شو؟ خذوا لحمه كويسه وخذوا دهون كويسه وخذوا حتى حليب كامل الدسم، خذوا زبده، خذوا سمنه، مفيد لصحتكم. هيدا خففوا الاشياء المصنعه، البروتين المصنع، المعلبات، البسطرمه، المرتدلات. خوفانين على صحتكم هن. هيدا السؤال مزبوط؟ لا، بالحياه ما حدا خوفان على حدا. كلفة العلاج صايرة كتيرة، عم بكلف الناس المرضى ملايين الدولارات بالسنة بأمريكا. قلبوا الهرم، قال لك بركي شوي بخففوا أعباء عنا. صباحكم فل.